العالم للأندية. الأهلي خد المركز الثالث في سنة 2006 قدام فرق عالمية زي برشلونة وإنترناسيونالي. بس اللي يخلي قصة أبو تريكة أعمق هو إنه مش كان نجم عادي، لا هو كان نجم منتخب مصر كمان مع الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاتة. كان جزء أساسي من بطولات أفريقيا في 2006 في مصر لما وصلنا النهائي ضد الكوت ديفوار وضربات الجزاء وكل الناس كانت متوترة. أبو تريكة راح يشوط آخر ضربة جزاء وكل الناس بتقول يا رب. ساعتها أبو تريكة حطها بكل هدوء وخلى مصر كلها تفرح قدام الملايين. اللقطة دي محفورة في دماغ أي مشجع مصري. وفي 2008 في غانا سجل هدف حاسم في الكاميرون في النهائي، جاب البطولة الثانية على التوالي وكرس إن الجيل ده هو أفضل جيل في تاريخ مصر. وعلى المستوى الفردي تم اختيار أبو تريكة من أفضل لاعبي أفريقيا أكتر من مرة واتحط في التوب 10 سنة 2008 وسنة 2013. كمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبره أفضل لاعب أفريقي داخل القارة 4 مرات. بس هنا نيجي للنقطة اللي فعلا بتميز أبو تريكة عن حد تاني.